طبعا وما تكلمهاش بقى قبل ما تصطبح يعني، فاهم يعني؟ انت خلاص في سيستم. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا في حلقه جديده من حلقات البودكاست. ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ كله تمام، كله حلو. سعيده بهذا الهواء، سعيده بالجو ده، والجو جميل وعمال كل شويه يهفهف علينا الهواء. مسيو خليك زي أيوة. ارجوك خذني الى هذا المكان. جا عمل على الشال، بيقولوا طف هفهف على الشال وجه الهواء طير شالي. يطير اللي هو عايز، او طير اي حاجه مش مشكله يعني المهم في هواء. يطير اي حاجه مش مشكله، بس يطير زي ما يطير مش مشكله. احنا موافقين، بس المهم يبقى موجود. بالظبط. حابه ابتدي هذه الحلقه بان انا يعني احكي لك موقف ويعني ونتفق اتفاق جماعي ضمني كمجتمع. ايه اتفضل. انا كنت في ليالي اللي هي سهران الليالي بسكرول على الانستجرام عادي زي ما كل الناس بتسكرول. ايوه تمام. وبعدين وقعت في اللي هي الفقاعة بتاعة فيديوهات الطبيخ. يا نهار ابيض. ايوه بالظبط. ودي مصيبه اول ما الواحد بيخش في فيديو طبيخ بيلاقي نفسه كل ما يلف يلاقي فيديوهات طبيخ. وده غلط علينا الساعه 12 بالليل. الموضوع يعني بيبقى صعب بالظبط، يعني ما ينفعش، بيأثر علينا سلبا. بالظبط، لانك هتضطر ان انت تقومي تطبخي حاجات المناظر هتجوع، فنقوم ناكل بقى. طيب ندور يعني على اي حاجه لا تمت الينا بصله يعني بالظبط. وهتؤثر. وبعدين شفت فيديو كان بيعمل، وانا بعدين انا بقعد في حته في موضوع الطبيخ دون بتاعت الحلويات، بروح في حته معينه فبتبقى مصايب يعني، بيأثر عليها جامد. بالليل ندور على شوكولاته، دي مصيبه. ايوه تمام. فبشوف الحاجات اللي هي البراونيز والكوكيز والكلام والحاجات الظريفه دي. شوكولاتات. وبعدين ظهر قدامي اختراع كده. شوفي انا لا اتذكر هذا الاختراع من كتر ما الحاجه اللي انا شفتها اللي ضايقتني يا نهار ابيض، لدرجه ان انا مش فاكره ايه هي الوصف، مش فاكره الوصفه، ولكن بس في حاجه حصلت ضايقتك. ايه الموضوع؟ وانا بشوف الفيديو تمام، فبيقول المقادير ايه اللي بيسحب لنا كذا، مستعملنا كذا، مكونات. اوكي. فانا من ضمن الخطوات استعمل صفار بيضة. اوكي تمام. وتفرق ايه هي الخطوه بقى؟ انا مش فاكره الخطوات. انا فاكره ان هو استعمل في صفار بيضة في الموضوع. اوكي. انا بقى لسان حالي قعدت طول الفيديو مستنيه يستخدم بياض البيضة. بقيه البيضة هنعمل فيها ايه حضرتك؟ في صفار اتاخد، البياضة يروح فين؟ تمام. فانا ما لقيتش بياض البيضة استخدم في بياض البيضة. تمام. يا نهار ابيض. فكنسلت هذه الوصفه بالظبط. لا ما انا مش هعملها، مش هعمل وصفه هنستخدم فيها صفار بيضه. اودي البياض فين حضرتك؟ فاحنا محتاجين نتفق ضمنيا كناس بتعمل فيديوهات وكناس بتطبخ. بالظبط. لما يكون في حاجه ليها مكون نص مكون خدنا نص مكون. تمام. الظريف ان انتي ملهاش مثال اخر. يعني مفيش اي حاجه تانية، مفيش حاجه شبيهه بتاخدي نص الحاجه وتسيبي نصها. مفيش. هو البيض بس هو اللي يقع تحت هذه طائله القانون. ايوه تمام. هو اللي بيتعمل في الحركه دي الوحشه دي. انا ليه بتاخدوا الصفار وتسيبوا البياض؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه مش فاهم. يعني البياض ضايقكم في ايه؟ فانا مثلا لما كنا بنشوف في الطريقه اللي كانت تيتا بتعملها، اللي كانت بتعمل البياض بتاخده تعمل بيه المارينج. تضرب البياض يعملوا بيه الكريمه، تعمل بيه الفوم المارينج، وبياخدوا الصفار بتضرب الصفار مع السكر والسمنه فتعمل الخليط، وبعدين تحط ده على ده وتحطهم على بعضهم عشان تعمل الاسفنجيه. تمام. فده منطقي. ماشي. احنا استعملنا الاثنين، ولكن احنا فصلنا في الاول عشان ده هنضربه بطريقه وده هنعمل فيه طريقه. اوكي. بس استعملنا الاثنين. فانا قلت طب والله دي حاجه كويسه جدا ان انا اعمل وصفه استعمل فيها البياض والصفار مع بعض. الرفاهيه اللي احنا وصلنا ان انا اخد الصفار وارمي البياض، ارمي يعني ولا اعمل ايه؟ المشكله كمان ايه؟ يعني تمام. انا دلوقتي بعمل الوصفه فهفصل البياض عن الصفار، فهنعمل الحركه المعفنه اللي بيعملوها بيعملوا كده ويعملوا كده وياخدوا الصفار لوحده وبعدين ياخدوا. ماشي. اوكي. فصلنا حطينا البياض
في مكان لوحده ماشي. علشان مش هنستعمله، هناخد الصفار نعمل بيه الوصفه. اعمل بيه ايه ده؟ اعمل بيه ايه بقى البياض؟ يعني اوديه فين؟ اوديه فين بقى ده؟ ايوه ده ينفع بالظبط. احطه في الثلاجه؟ اه احطه في الفريزر؟ ما يقعدش، لا ما يقعدش، ولا انا مضطره؟ هينشف بقى ويعمل طب انا مضطره اضربه واعمله اومليت؟ البلاستيك اللي على لو طب انا هعمله اومليت. طب هعمل اومليت ده ببياض بيضة من غير صفار؟ بيض من غير صفار. ما دي مصيبه تانية. اعمله اومليت واطلع طاسه واحط لها سمنه واحط فيها البياض عشان اسويه، عشان اكله، اكل بياض بيضه واحده اكل بس، بيض بيضه واحده؟ عشان اخدت الصفار عملته في وصفه. ولا ارميه؟ ولا ارميه بقى؟ ولا ارميه ولا ارميه؟ وبعدين دي نعمه ربنا ما تترميش. بالظبط. فايه هذه الرفاهيه اللي فاحنا هنتفق دلوقتي، عايزين نتفق ضمني كلنا مع بعضينا. اتفاق ضمني. اي حد بيعمل وصفه هيستعمل فيها حاجه واحده من الاثنين، مش هنعمل الوصفه دي بالظبط. ويا ريت الناس اللي بتعمل الوصفات هنكنسلها. بالظبط. الناس اللي بتعمل الوصفات يا ريت تستعمل البياض والصفار. لقيت ان الوصفه مش هتنفع فيها غير يا البياض لوحده والصفار لوحده، ما تعملهاش ارجوك. لا قول لي اعمل ايه بالحاجات التانية. الحاجه التانية اعمل بيها ايه؟ ايوه بالظبط. اوكي جد حل. انت مش ورطتني لو سمحت تجد حل للحاجه التانية اللي انت مش هتستعملها. انت ورطتني دلوقتي. بالظبط. خدت البياض، اطلع البيضه كلها من التلاجة، اكسرها واخد منها نصها وارمي النص التاني، ولا اعمل فيه ايه؟ لو انت مش هتستعمل في نفس الوصفه الحاجه النص التانية التاني قول لي اعمل بيه ايه في اخر الفيديو. انت دور على حل بقى، عشان انت دلوقتي لبستني تهمه وسبتني ومشيت. بالظبط. انا اعمل ايه بالبياض؟ انت سبت في حجري ومشيت ده دلوقتي. ايوه تمام. ايوه. يعني اتصرف بالظبط. اتصرفوا لو سمحتوا. اتصرف. يعني ما ينفعش عشان الرفاهيه دي. عارف البيضه بكام دلوقتي؟ البيضه بكام؟ اصلا حضرتك تاخد الصفار وتسيب البياض. بيطلبوا مننا طلبات تعجيزيه، ان انت تطلب مننا ان انا اخد الصفار بس، او اخد البياض بس وارمي التاني، او اعمل فيه ايه في التاني. عارفه يعني. تحس ان هو عارفه اللي انا ايه اديتك عيلين قلت لك تعملي ايه بالعيل الاولاني، خدي واحد اهتمي بيه التاني اعمل بيه والتاني ما اعرفش بقى. خلاص انت اتصرفي. ايوه يعني اعمل بيه ما اعرفش. خدت بيض. طب والصفار هعمل فيه مش عارف بالظبط. ما قالش عليه، سابه كده. انت قاعده وماشيه مبلوله في حجرك ومش عارفه تعمل بيها ايه. ايوه التهمه اللي انا قاعده في حجري. ايوه بس فالموضوع كبر كده. بالظبط كده. فانا من هذا المنبر كل ما الاقي حاجه، لا عندك حق بصراحه. بالظبط. كل ما الاقي حاجه مش هتعجبني او يعني ما حدش بيتكلم عنها. ازاي يا جماعه ما حدش بيتكلم على الناس اللي بتطبخ وبتستعمل بياض بس او الصفار بس يعني ازاي دي مش مشكله؟ ازاي دي مش ازمه عالميه؟ انا مش فاهمه. يعني البياض اللي ب 6 جنيه و7 جنيه ده هاخد البياض بس وارمي الصفار. ايوه يعني الكتكوت يقول ايه؟ يزعل. لا الفرخه تقول علينا ايه لما احنا خدنا البياض وسبنا بس. فانا من منبري هذا اي اراء جدليه هقولها. عندك حق. دعمونا يا جماعه، ولو سمحتوا اي حد بيعمل اي وصفه فيها بياض بس او صفار بس ما تفرجوش عليها، عشان مش هنرمي احنا البياض ولا هنرمي الصفار، عشان الباشا عايز ياخد الصفار بس او ياخد البياض بس. يا اما انت تقول لي اعمل بيه ايه بالظبط. لما ما تسيبنيش كده تجد حل. بالظبط. ايوه مظبوط. فاي اراء جدليه هجيب انا بضم صوتي لصوتك. بالظبط كده. فاي اراء جدليه هقولها. بالظبط. بس كده. اي حاجه مش عجبانا هنتكلم يعني هنشوف عنوان للفقره اراء جدليه. يعني ممكن اراء جدليه رشحوا لنا اسم الفقره دي. تمام. ولكن ايه اي اراء جدليه هقولها. لازم نلقي الضوء. ما ينفعش الضوء. نسيبها كده يعني على البيضه او تفر. يعني ايه الموضوع؟ اي حاجه بقى. نحط الضوء على البيضه او على اي حاجه. على اي حاجه. بالظبط. ايوه كده. ده موقف حصل لك مع مندوب، يعني حاجات اشتريتها اونلاين او حاجات زي كده. وما اكثر فطبعا مشتريات اونلاين كتير جدا. ايوه. المندوب مصحيني من النوم، فبقول الو وانا مش قادره انطق. لقيته بيقول لي انتي كويسه؟ مال صوتك؟ بجد والله انا يعني بجد يعني اتأثرت من كلامه. ما شاء الله. يعني اللي بيقول لك ايه المندوب الحنين رزق. اتأثر. بيقول لها طب ما انت عارف انت بتتصل بدري، ما انتوا كمناديب لو سمحتوا بتتصلوا بدري. المشكله ان هو بيتصل ب20 حد يتصل بيهم كلهم بنرد علينا. كلنا بنرد علينا. كلنا بنبقى نايمين. يعني فهمت حضرتك.
ايوه فندم. ايوه انا لسه نايمه حضرتك، انا مش دلوقتي. انا موجوده استلم، في حد موجود انا شنو؟ موجوده في البيت استلم الاوردر. ايوه بالظبط. اتصل بينا كلنا برد بنفس الطريقه. بيطلع هوا يعني، احتمال يكون ما بتتكلمش كلام، بيطلع الكلام على الحروف هوا، ما بتطلعش كلام. انهي اوردر بس؟ احنا نايمين. انهي اوردر عشان بيبقى في اوردرات كتير. والمهم ان هم يتصلوا بالناس كلها الصبح ياكدوا عليهم الاوردر، وبعدين يطلع طب لما انت بالحاجه هتيجي بقى. كمان 3 ساعات ممكن يجي بقى بس. بعد 5 ساعات 3 ساعات 10 ساعات، انت وحظك بقى، تكون انت اخر واحد يجي لك بالليل. يعني هو سيستم بس، يعني مش لازم تتصل بيا 10 الصبح بالظبط 10 الصبح تصحينا كلنا. ماشي، يلا نشوف الموقف اللي بعده. مي بتقول ايه: وانا بشتري جهازي كنت واقفة بشتري طقم كاسات، جت جنبي عروسة تانية واقفة برضو عاوزة تشتري نفس طقم الكاسات، معاها حماتها تنقي بتنقي معاها. حماتها أول ما شافت الكاسات شهقت شهقة أجدع من شهقة الملوخية. شفطت الكاسات ولا ايه؟ شهقة كسرت الكاسات. شفط. فاكره لما زمان في الكرتون كان حد يصرخ، ايوه يوم الازاز يتكسر، الازاز يتكسر بالظبط. وتروح الازاز كله يشرخ وتروح واقع. ماشي، راحت شهقة أجدع من شهقة الملوخية وقالت لها لا 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 ما ينفعش ده خالص. البنت يا عيني نفسها اتسدت وقالت لها ليه يا طنط ده جميل قوي. قالت لها بصي علشان الكاس ده كبير، ولو جالك ضيوف لتر البيبسي هيخلص قبل ما تملي ال6 كاسات. بتوفر لابنها. دي عايزة اجيب الكاسات الصغيرة علشان تعرف تملى اللتر، يملى ال6 كاسات. الكاس طلع كبير. وكل ده عشان بتوفر لابنها. يا لهوي، بتوفر لابنها في البيبسي اللي هيجيبه كمان سنة، اللي هيجيبه، مش بتوفر لها هي في الكاسات انها تجيب لها حاجه رخيصه يعني، او حاجه تكون متوسطه او مناسبه. لا، دي بتقول لها لما تيجي تصبي لتر البيبسي عقبال ما تيجي تملي اللتر مش هيكفي. مش هيكفي يملى ال6 كاسات، يخلص اللتر قبل ما يكملهم. طنط بتفكر باسلوب غريب، بتوفر لابنها في البيبسي. ده يفترض كمان ان هم هيجيبوا بيبسي. ايوه على فكره يا طنط في ازازه لتر ونص، في لتر ونص. النظرة غريبة جدا ولكن اوكي. لا مش اوكي، مش اوكي. مش اوكي. اشرب انا ازازه البيبسي، انا هشربها كلها مش هصبها في الكاسات. انا بشرب من ازازه ما بشربش في كاسات تانية. شفتي؟ طيب يلا بينا نشوف الموقف اللي بعده. البنات بقت غريبة قوي بصراحة. شكرا يا سيدي. ليه كده يا حبيبي؟ ده حوار ما بين واحد وبين خطيبته باين او مراته، هنشوف. بيقول لها حبيبتي هي حبيبي، بتقول له حبيبي بقالنا 5 شهور متعرفين على بعض، مش هتعرفني على ماما بقى؟ هو بيقول لها انتي مستعجلة ليه؟ انا ابنها وتعرفت عليها بعد 9 شهور. 9 شهور حمل. يعني البنات عشان كده بيقولك في اول الحوار البنات بقت غريبة قوي بصراحة. او انت اللي غريب. انت اللي عايز تفلسع. طيب الموقف اللي بعد كده يعني هو وحدة القياس بتاعته في التعرف على البنات 9 شهور حمل. 9 شهور حمل. هو عايز ينتظر طب 9 شهور عشان تتعرفي على ماما. انا ابنها وتعرفت عليها بعد 9 شهور. ماشي. البنت اللي بتغسل لي شعري في الكوافير. ماشي، دي بنوتة بتقول لنا البنت اللي بتغسل لي شعري في الكوافير فضلت تشتم في الرجالة نص ساعة وانا ساكتة. في الاخر لقيتها بتصغر لي اللي هو انت شكلك بتحبيهم ولا ايه؟ رحت مدياها واحدة حسبي الله ونعم الوكيل في الرجالة، قامت حطالي حمام كريم ببلاش.
يعني لا حلوة دي. باخد سيرفيس يعني كلمتين. انا بتظبط بالكلمتين. ايوه عملت لي يعني حمام كلمتين كريم. هقولهم مش هي واضح ان البنت يا عيني عندها معاناة مع الرجالة، بالظبط، فهي حد يشد من أزرق. عندها حاجات مكبوتة، في رغبات فمستنية مكبوتة او حد حاجة، فعايزة عمالة تشتم في الرجالة، فمستنية حد يقول معاها. فلقيتها ما بتقولش، فراحت زغرة لها الزغرة، فراحت ايه مديها ايه واحدة حسبي الله من نعم الوكيل في الرجالة. كل بيحبهم ده هي ايوه كده. راحت عامله لها حمام كريم ببلاش. طيب الموقف اللي بعده: النهارده عملت حاجة من أكتر الحاجات اللي كان نفسي فيها من زمان. ده أحمد اللي بيقول لنا. ألف بركة. أحسن، ده حاجة جميلة. طب عملت إيه؟ رحت أسحب من مكنة ATM. ألف مبروك. هي دي الحاجة اللي كان نفسك فيها؟ بس كده. ماشي. لقيت عليها طابور طويل كله ستات، يا دي النيلة، ومفيش ولا راجل. رحت واقف جنب أول واحدة واقفة، وقلت لهم هنمشي بالدور، ست من عندكم وراجل من عندنا. ايه الحلاوة دي يا احمد؟ ده انت جميل. على اساس مساواة. هو اصلا مفيش رجالة واقفة يعني، بس انت عملت طابور لوحدك. على اساس مساواة. مساواة يعني. بقى، واحدة من عندكم وواحد من عندنا. طيب خلود بقى ردت عليه بتقول له ايه: كنا واقفين طابور ستات ورجالة، لقيت ست كبيرة داخلة عملت طابور تالت، بتقول ده طابور كبار السن. احنا احسن ناس نعمل طوابير على طول. انا اشوف شباك اعمل طوابير. وتفرق ايه الموضوع؟ مش مشكله يعني، ممكن اعمل طوابير صغار السن، طوابير كبار سن، طوابير بنات، طوابير رجاله، اي حاجه بقى مش مشكلتي. انا ممكن طابور المحجبات والمحجبات بالظبط. انا اعمل اللي انا عايزاه بقى. ايوه اي حاجه اعمل اللي انا عايزاه. قال له انت تحب تضيف؟ قال له انا اضيف. انا اضيف. هي رقاصه وبترقص، اضيف. اعمل طابور زي ما يعجبني. طابور للطوال وطابور للقصيرين بالظبط. طيب الموقف التاني اللي معانا بيقول ايه: عادل بيقول انا خطيبتي اعترفت لي انها بتحشش. اوكي. يا لهوي. طبعا انا انصدمت. هي مش عايزة تبطل، وده الذنب الوحيد اللي هي بتعمله. اشرب معاه. ده الذنب الوحيد اللي هي بتعمله. يعني انت يا تشرب معاها يا تحل المشكلة بقى، ربنا يستر. بالظبط، يتسابها. بالظبط. فده الذنب الوحيد اللي هي بتعمله. بتقول انها ما بتعرفش تتعامل مع الناس ولا الشغل غير لما تصطبح. جدع. ده انت دي واصله لمرحله عامله دماغ يعني. هيهات. لازم تصطبح الاول قبل ما تتعامل مع الناس. عشان الدنيا تبقى حلوه. طيب هتصطبح بقى الاول والدنيا تبقى حلوه عشان تعرف تتعامل مع الناس. فبيقول انا متردد ومش عارف اكمل معاها ولا لا، بس هي ممتازه في كل حاجه. طيب ردت عليه بنوته بتقول له ايه: ما هي لازم تكون ممتازة، مش هي بتكلمك وهي مصطبحة. بالظبط. هي اصطبحت الأول عشان تكلمك. فطبعا ده اللي يدل على انه الصنف حلو، الصنف عامل شغل كويس. طالما انت بتقول ان هي ممتازة، يعني هي ممتازة في جميع الحاجات. بالزبط. ولكن هو فيعني هي لان لو الصنف مش حلو يبقى هي مش هتبقى بالظبط، يبقى في يعني صفات بقى مش كويس، بس انت ما شاء الله شايف كل حاجة ممتاز، يعني الدنيا تمام معاك. هو بس انت بقى يعني كل مشكلتك في الحياة ان انت يعني يا هتروح تجيب لها الصنف، يا هتديها فلوس هي تجيبه. بالظبط. يعني هتتحبس يعني لو اتحبست تروح تطلعها كده، يعني انت فاهم، حاجات بسيطة شكليات. يعني كلها شكليات، يعني الموضوع مش هيبقى صعب. غير كده حتى وهي كويسة وهي مستبحة وبعدين ده هي اصطبحت وما تكلمهاش بقى قبل ما تصطبح، يعني فاهم يعني انت يعني خلاص في سيستم بقى، يعني انت ما تخش بقى تكلمها قبل ما تصطبح عشان هتلاقي حد تاني. بعدين بعد ما اصطبحت تخش بقى نتكلم عادي بقلب جامد. غير كده احنا تمام 100 يعني. طول ما في نظام انا احب النظام. عاملين نظام. يعني يا مثلا انت هتتحبس او اهلك، يعني ربنا يستر علينا كلنا. يا متى ما تمشيش في الجواز بقى، يعني احنا وضحنا لك المساوئ وربنا يسترها بقى علينا كلنا. بالظبط. الناس تكون فاكره ان احنا مش بنهزر، احنا مش بنشجعه. ايوه.
كوميدي احنا يا مش جماعه. احنا فن فكاهة. فور فن. صراحة حد يصدقني ولا حاجه. فور فن، يعني الموضوع فور فن. طيب يا رب ان شاء الله تكون الحلقات بتعجبكم. ما تنسوش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. ولو عندكم اي حاجه من الاراء الجدليه زي الحاجات اللي انا قلتها في اول الحلقه اكتبوها لنا في الكومنتات، عشان انا عايزه اعمل كتاب اسميه الاراء الجدليه، عشان خلاص كده انا لازم. عندي مسيره. هنطلق بقى. هنطلق بالظبط انت، ما كده. اهم شيء انا هحط نفسي على اول السلم وانطلق خلاص حطيت كده. المسيره واشوف كل الحاجات الجدليه بالظبط عشان الناس دي كده. بتعمل حاجات غريبه. ولا يهمني. ولا يهمني. قال لك بالظبط انا كده. اشوف المكرونه اعمل صينيات. اعمل ترابيزات. ترابيزات. يا رب ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. نشوفكم في حلقه جديده. باي باي. باي باي.